عمرك أكلت أكلة حلوة جدا وبعدها بساعتين تلاتة لقيت نفسك جعت تاني؟ المشكلة مش في الأكل، المشكلة إننا بنشبع بطننا وبننسى روحنا. إحنا في رحلة ال50 بنكتشف إن القيامة مش بس حدث حصل من زمان، دي غدوة يومية بتشبع جوع القلب اللي ما بيخلص. الناس زمان جري ورا المسيح عشان أكلهم وشبعهم من ال5 خبزات والسمكتين. كانوا عاوزين شبع وقتي، بس هو كان عاوز ينقلهم لمستوى تاني خالص. كان عاوز يقولهم إن الأزمة مش في لقمة العيش، الأزمة في المعنى اللي بنعيش عشانه. تخيل كده المسيح وهو واقف وسط الزحمة وبيقول لهم بكل ثقة: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. الكلمة دي كانت صدمة. يعني إيه الإنسان يبقى هو الخبز؟ المسيح هنا بيعرض نفسه كمصدر طاقة ما بيخلص. لما بتقرب منه في الصلاة أو التناول، أنت مش بتأدي طقسه بس، أنت بتشحن روحك بجد. هو الخبز اللي نزل من السماء عشان يدي حياة للعالم كله. والجميل إنه قالها لنا صريحة: من يأكلني فهو يحيا بي. يعني هو حياتك، نجاحك، سلامك النفسي، كله متعلق بإنك تدوق الشبع اللي هو بيديهولك، الشبع اللي بيخليك واقف على رجلك حتى وسط الظروف الصعبة. طيب لو شبعنا بخبز الحياة، هل ده كفاية؟ الحقيقة إن اللي بيشبع بجد بيبدأ يحس إن جواه عطش من نوع تاني، عطش لروح ربنا اللي بيجري جوانا زي المية. وعشان كده الحد الجاي هنروح سوا لينبوع المية.